في شخص بيقول لك طاقتك سلبيه، وشخص تاني يقول لك ذبذباتك قليله، وحد تالت مقتنع ان مجرد حجر صغير ممكن يغير حياتك بالكامل. بس السؤال الحقيقي، احنا بنتكلم عن علم ولا وهم متغلف بكلمات كبيره؟ غريب ان بعض الحاجات دي ليها تاثير حقيقي بس مش بالطريقه اللي الناس فاكراها. النهارده مش هنهاجم التامل ومش هتصدق اي خرافه، احنا هنفصل فين يبدا العلم وفين يبدا الوهم. اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو، اهلا بيك في دماغستان، وانت بتتفرج دلوقتي على الحلقه الثالثه من ملفات دماغستان السريه. وما تنساش تعمل اشتراك لو انت على اليوتيوب، او لو انت على اي منصه ثانيه ما تنساش تعمل فولو عشان تبقى من سكان دماغستان. يلا نبدا. من زمان جدا الانسان كان محتاج يفسر احساسه. ليه المكان ده مريح؟ ليه الشخص ده مرهق؟ ليه الموسيقى دي بتقلب مودك؟ ليه اوقات تدخل مكان تحس بخنق من غير سبب؟ قبل العلم الناس اخترعت تفسيرات، مره اسمها ارواح، مره تانية اسمها هالات، مره اسمها طاقه كونيه. بس المشكله ان الاحساس الحقيقي مش دايما معناه ان التفسير صح. زمان لو واحد شاف برق كان بيفكر ان الالهه غضبانه، البرق كان حقيقي بس التفسير كان غلط. ده نفس اللي بيحصل احيانا مع علوم الطاقه. تعال نرجع خطوه لورا. في الفيزياء الطاقه مش حاجه روحانيه، الطاقه ببساطه قدره على احداث تغيير. حراره طاقه، الكهرباء طاقه، حتى جسمك دلوقتي شغال بطاقه. المعادله الغريبه دي غيرت فهم البشر للكون. بس المشكله بدات لما بعض الناس خدت كلمه طاقه من الفيزياء حطيتها على اي حاجه. زي مثلا في ناس بتقول لك البطاطس دي طاقتها حزين. يا عم دي بطاطس. وده الجزء اللي بيخلي الموضوع معقد، عشان جسمك فعلا كهربائي، قلب ليه نبضات كهربائيه، اعصاب بتنقل اشارات، يعني في طاقه حقيقيه جواك. بس ده مش معناه انك تقدر تبعت موجات كونيه تغير الكون. احيانا الخرافه بتبدا من حقيقه صغيره، وده اخطر نوع. عمرك سألت نفسك ليه أغنية معينة ممكن تخليني أعيط؟ ليه فيلم رعب ممكن يخلي قلبك يدق بسرعة؟ ليه في موسيقى تحفزك، موسيقى تسحبك للاكتئاب؟ هنا بقى العلم بيتدخل بقوة. المخ بيتأثر بالإيقاع، الترددات الصوتية بتركز على التركيز والمشاعر، والذكريات بترتبط بالأصوات. يعني لما تسمع أغنية قديمة فأنت مش بتسمع صوت بس، أنت بتفتح ملفات كاملة جوه عقلك. جرب كده وقف الفيديو ثانية، افتكر أغنية مرتبطة بذكرى عندك قوية، هتحس بإيه؟ جسمك هيتغير فعلا. وده مش سحر، ده علم نفس الأعصاب. دلوقتي ندخل على اخطر منطقه. ليه فعلا ناس كتير بتحس ان في شخص مريح وشخص مرهق؟ عشان الصدمه بقى ان البشر بيقروا بعض نفسيا بشكل مرعب. تعبير الوش، نبره الصوت، لغه الجسد، توتر، ريحه، احيانا عقلك بيلقط التفاصيل انت اصلا مش واخد بالك منها، فتقول انا حسيت بطاقه غريبه. بس اللي حصل غالبا ان مخك قرا اشارات نفسيه بسرعه خارقه. هقول لك على حاجه مرعبه شويه. العقل البشري ممكن يقنعك باي حاجه لو انت بس مشيت وراه وصدقته قوي. في تاثير اسمه تاثير البلاسيبو، وده عباره عن ايه؟ في ناس بتتحسن من حبوب ملهاش اي ماده علاجيه اصلا، مجرد انهم مقتنعين ان الحبايه دي هتخليهم احسن. وعشان كده مش اي تجربه شخصيه تعتبر دليل علمي. الخرافه بتبدا امتى بقى؟ لما حد يحول الاحساس لقوانين كونيه من غير دليل اصلا. يعني مثلا واحد يقول لك ان ذبذبات 3 4 هتجذب الفلوس. طب ازاي؟ مفيش تفسير. طب ليه؟ مفيش دليل. بس الكلام كبير وغامض فالعقل بينجذب ليه. التأمل علم ولا خرافة؟ وده الجزء اللي ناس كتير بتتلخبط فيه. التأمل فعلا ليه فوائد مدروسة، بيقلل التوتر، بيحسن التركيز، بيهدي التفكير الزيادة. وده ليه؟ عشان انت ببساطة بتدي لعقلك لحظة هدوء. بس التأمل حاجة، وادعاء انك هتفتح بوابات كونية حاجة تانية خالص. عايزك تجرب الحاجة دي. خد نفس ببطء، ركز مع صوت نفسك، ولاحظ قد ايه جسمك ابتدى يهدى. ده تأثير نفسي وعصبي حقيقي، مش لازم نحوله سحر عشان يبقى مميز. طب ليه بتنتشر علوم الطاقه بسرعه؟ عشان بكل بساطه العالم مرهق، الناس تعبانه وقلقانه وحاسه بالضياع. فلما حد يجي يقول لك عندي السر الكوني اللي هيصلح حياتك، العقل بيتعلق بالامل. زي مثلا واحد محتاج علاج نفسي بس مقتنع ان المشكله في ذبذبات، واحده تانية محتاجه تغير حياتها بس مستنيه الكون يبعت لها اشارات. فمش كل حاجه مش مفهومه تبقى سحر، مش كل احساس حقيقي يبقى تفسيره صح. العلم مش ضد التامل، مش ضد المشاعر، ومش ضد السلام النفسي. العلم بس بيقول لك هات دليل. زي موضوع الجن العاشق اللي انا مش فاهمه ده، اللي هنعمل ليه فيديو لوحده اصلا بعد ما السلسله دي تخلص. وفي الاخر يمكن اكبر طاقه حقيقيه في حياتك مش طاقه كونيه اصلا، يمكن هي افكارك، عاداتك، الناس اللي حواليك، والمعنى اللي بتديه لحياتك. انت بقى شايف ان علوم الطاقه فيها جزء حقيقي، ولا شايف انها مجرد وهم متطور؟ بس قبل ما تكتب رايك اسال نفسك، هل انت مؤمن بالفكره ولا مؤمن بالاحساس اللي بتديهولك؟ بس كده.